المشاهدين. استاذ عبد الاله، بصراحه احنا قرينا الخطاب، واكيد انك ان شاء الله انك كنت تتابع قبل. والله انا طبعا جاتني بعض الرسائل بكل صدق، ويمكن هذا الموضوع تداول يمكن اليوم بعد صلاه المغرب. نعم. بكل صدق يعني الواحد يتاسف على هذا الوضع. اولا الخطاب هذا للاسف الشديد انه خطاب مزور وغير صحيح، ولكن للاسف الشديد انه في ناس ايش الهدف او ايش الرغبه من هذا الموضوع غير واضح. يعني فك المجموعه الاهلاويه ومحاوله التاثير على الانجازات المحققه امر غير مقبول تماما. شخصيا يعني استاني الامر جدا وبكل صدق، يعني حتى منطقيا حينما ترفع الاستقاله لابد ان تكون للمرجع الاداري الاول هو رئيس النادي مساعد الزويهري. يا سلام عليك بالضبط. لكن للاسف الشديد انه في ناس يمكن حاولت انها مثلا حتى تمشي وراء الخبر وتسرب الامور. ايش هو الفائده وايش المصلحه علمها عند الله عز وجل، لكن انا اؤكد ويعلم الله عز وجل اني انا هذا الخطاب لم اوقعه ولم اشاهده وفوجئت مثل المجموعه البقيه. كل ما في الامر انه للاسف انه زي ما ذكرت في البدايه انه في ناس يعني حتى نشر الخبر ونوعيه الخبر اصبحت تؤخذ بانطباع سلبي لاهداف محدده وفي نفسياتهم. طيب. احنا مجموعه واحده وعندنا هدف واحد، اثاره هذه الاخبار وتوزيع صلاحيات ودخول في امور اخرى غير صحيح. لابد يكون المرجع الرئيسي هو اداره النادي، واي شيء يعلن عن اداره النادي هو المصداقيه، لكن للاسف هذه الامور الهدف منها زعزعه لا يشكل اكثر من ذلك. طيب عبد الاله، بصراحه الخطاب هذا اكيد انك ستبحث عنه وتبحث من اصدر هذا الخطاب، لأن الكلام هذا خطير جدا. خطاب مزور وصل يعني في يعني ورقة رسمية من النادي الأهلي، الورقة رسمية من النادي الأهلي. صحيح. هذا المؤسف انه طبعا الان مع الفوتوشوب ممكن تعمل اي شيء، لكن وبكل صدق انا عن نفسي فوجئت يعني يمكن بعد صلاة المغرب تداول بهذه الطريقة. للاسف في ناس في تويتر، وهذا يمكن هذا اللي يمكن للاسف انه احنا تعودنا عليه في الايام الاخيره، من تسريب اخبار غير صحيحه، من توزيع صلاحيات، من طيب عبد الاله يعني حقيقه غير واقعيه وغير صحيحه. طيب الان انت وضعت صراحه زي اللي يقول حركت المياه الراكده. الخطاب هذا اكيد انت راح تبحث عن المصدر او اول من سرب هذا الخطاب او اول من اعلن هذا الخطاب. والله شوف يعني اكون معك صادق، احنا بالنسبه لنا يمكن اهدافنا ما حد حنمشي وراء امور تشغلك ما منها حتى اي فائده، لكن انا اؤكد انه ما في شيء من هذا الخطاب والله العظيم ما صدر هذا الخطاب. لكن في تويتر يمكن بتشوف العجب، يعني من الامور السهله انه مجموعه من الاطفال انه يعمل لك خطاب ويسعى لعمليه الريتويت وزياده المتابعين، لكن انا اخلاقياتي تاريخي الحمد لله انا مع النادي الاهلي من سنتين، يعني الحمد لله النتائج تشهد، ما حختمها حتى ختام بهذه الطريقه، حتى لو كان في رغبه في اي عمل او في انتقال لمكان اخر ما هو بهذه الطريقه، ليس هذه الاخلاق وليس هذا حتى الفريق اللي عمل. بالعكس انا مساعد الزويهري يعني لي كثير كشخص ويعني كثير كمرجع اداري، ويعني يمكن حتى اليوم انا مكلم مساعد، يعني ما في امر من هذا القبيل ولن اقبلها على مساعد الزويهري. فاحنا فريق عمل صدقني، بالعكس احنا حريصين انه احنا مثلا كفريق عمل نعتز بالانجازات اللي تحققت. لن نسمح انه احنا مثلا لاي امور قد تكون فيها نوع من المناقشات او الترتيبات انها تتداول بهذه الطريقه، لكن للاسف الشديد يعني حتى سرعه الاخبار حتى عبر الصحف بنجد تقسيمات واعاده ترتيبات. اتمنى انه من الجمهور الاهلاوي يعني واقوله والله بكل صدق يعني كمحب للنادي قبل اي شيء قبل اي منصب اداري انه نرجع يعني المركز الاعلامي او القنوات الرسميه في النادي الاهلي هي المرجع، ما دون ذلك هي اهداف اسبابها ايش؟ قد تكون بالنسبه للناس هذه تعتبرها عادات وتربيه هم تعودوا عليها، لكن بالنسبه لنا احنا الامور واضحه، اي شيء سيكون عن طريق القناه الرسميه بالنسبه للنادي الاهلي. وضحت الصوره. طيب استاذ عبد الاله، الان تنفي الخطاب وانه مزور، يعني انت الان باقي في منصبك، لا زلت امين عام النادي الاهلي. أنا أتحدث أول شيء على موضوع الخطاب وهذا ما أؤكده، موضوع الترتيبات المالية والإدارية إن حصل فهذا أمر يعني من المفترض أنك احنا متحقق إنجاز. أي منشأة أو أي مثلا نادي أو أي مثلا حتى شركة لابد أنك تكون في نوع من إعادة المراجعة وإعادة الترتيبات للسنوات القادمة، لكن المشكلة في نقل الخبر ونقل المعلومة. فلا تفسر إنه مثلا عبد الله يبغى يقدم، يعني هذه الأمور هذه أمور خاصة بالنادي.
انا اتحدث عن الخطاب الان، اي امر اخر صدقني سيكون عن طريق المركز الاعلامي. بس انا ما فهمت، انا يعني لي بالدرجه الاولى، بس عشان افهم الاخوان والساده المتابعين، انا الخطاب انا قراته من ناحيه واحده، او انا مثلا اللي حس في نفسي من ناحيه واحده انه فيها تجاهل كبير لمساعد الزويهري، ومساعد الزويهري انا رجل يعني لي كثير، اقسم بالله اني انا لا ما عملت الخطاب هذا ولا انه صدر مني خطاب بهذا المعنى. ما دون ذلك ارجو انه ما يتم فيها الخوض في اي تفاصيل الا عن طريق النادي، ان شاء الله حتكون الامور واضحه. طيب جميل، بس عبد الاله بس عشان توضح الصوره، والله الموضوع شائك وحتى الجمهور عشان يعني يعلم كل تفاصيل الموضوع. عبد الاله انت الان لا زلت امين عام النادي الاهلي؟ اكيد بالتاكيد، يعني انا بكلمك الان بمنصب امين عام النادي الاهلي. جميل جميل جمل. طيب ما في اي توجه انك تحاسب اللي سرب الخطاب، يعني انك لا والله شوف زي ما اقول لك، انا لو ابغى اجلس وراء احنا انت يعني في هذه امور تافهه وتدل على اخلاقيات الشخص اللي عملها. لكن في النهايه يعني انت عارف يعني في النهايه حريص على انه الجمهور الاهلاوي يعي ويفهم الوضع هذا. انت حتقعد مثلا تبحث عن مصدر ما في شيء، ما اؤكده انه احنا ان شاء الله يعني اليومين هذه الكل حريص على ترتيب البيت الاهلاوي، لا تفسر المعلومه او الخبر او كلمه النادي في اي مجال انه فيها اساءه لاشخاص، هذا ما لا نقبله تماما. طيب. استمر عبد الاله، جلس عبد الاله، مشي، جاء اي شخص، احنا في النادي الاهلي اخلاقياتنا والانجازات اللي تحققت تستوجب علينا انه بالعكس هذه تكون دافع بالنسبه لنا، وبالعكس الكل حريص، جلس مشي في جمهور انه هذا العمل وهذا الانجاز يستمر ان شاء الله السنوات القادمه. جميل. والله اشكرك واشكر حتى الاخوان الزملاء في القناه، وحبيت اوضح اول شيء للتوضيح للجمهور الاهلاوي الغالي جدا ولمعزه مساعد الزويهري شخصيا حتى لا يفسر الامر بيان. لا جميل، انت صراحه مداخلتك هذه بصراحه حسمت الجدل، لكن سؤال اخير استفسار اذا سمحت لي. التوقيع اللي في الخطاب توقيع بالصدق، يعني حتى فعلا زور نفس توقيعك او توقيع هذا كذا بالصدق؟ التوقيع غير صحيح، انا اقسمت لك بالله الخطاب ولا مش توقيع، انا عارف انه مش توقيع، اسمعني كله حتى التوقيع غير صحيح. طيب الورقه مش رسميه يا عبد الاله؟ يا استاذ الفاضل انت الان اسهل ما يكون انك انت تركب صورتين، اسهل ما يكون يعني عن طريق اي جهه. يعني انا باكد لك، انا اليوم باكد لك انه الخطاب غير صحيح جمله. طيب وضحت الصوره. اذا سمحت لي بس في مداخله من الكابتن فهد الهريفي اذا تسمح. الله يحييك عبد الله، كيف حالك؟ عبد الاله انا ما حخليك تروح، انت حاول انك ايش حطيت خطابك وتبغى تروح، لكن احنا نبغى المهم منك بما انك امين عام النادي. وكثر الحديث عن تحويل تغيير مسميات كثير من رئيس النادي الى يمكن حتى الامين العام اللي هو انت عبد الاله الى اشياء اخرى، هل هذه وانت قريب من الحدث هل في مثل هذا الحكي اللي طلع ولا؟ أنا يمكن ذكرت في محور كلامي أخي العزيز فهد إنه أي منشأة وأي مكان رياضي، أنا معك أتفق معك استغلال توهج الأشياء المالية أنا أعرفها أنا معك في التغيير القادم، لأنه الأهلي ما هو مثل الأهلي العام أو أولة العام، التسويق صحيح. بس أنا أبغى أشوف هل في تغيرات، هل صحيح ما نسمع يعني رئيس النادي يتحول إلى يعني لا يكون لا كلام غير منطقي. يعني انت تتخيل ان رئيس نادي يحول لالعاب مختلفه؟ يعني حتى نقل الخبر ما هذا المشكله، حتى في الاخبار الصحفيه يعني لما يتم نقلها، يعني انت سرعه البحث عن الخبر هذه المشكله. صحيح. جميل. انت بتاخذ خبر من اي مكان، يعني منطقيا واحد زي مساعد الزويهري ومجلس ادارته، هل النتيجه انه مساعد يحول العاب مختلفه؟ كلام مهم. وضحت الصوره. استاذ عبد الاله، استاذ محمد الزايدي اذا سمحت في تداخل معك. استاذ عبد الاله مساء الخير. مساء النور يا هلا. ابغى اسالك سؤال مباشر، هل صحيح هناك في اداره استثمار واداره لكره القدم منفصله؟ الكلام اللي ظهر هذا هل هو صحيح ولا مو صحيح؟ والله الى الان انت عارف انا بتكلم معك بمنتهى الصراحه لم يحسم اي امر، يعني لكن ارجع اقول اي نادي، احنا بالنسبه لنا النادي الاهلي من الوارد انه مثلا يكون عمليه اعاده بناء خطه جديده، يعني الفكره متداوله يعني. اي فكره، اصل هذه انت الان انت بتتكلم عن الرياضه السعوديه، الان في فكره انك انت تتحول الى الاحترافيه او صح الى فصل كره القدم عن رياده النادي، وهذا توجه حتى على مستوى الرياضه السعوديه، لكن ما حصل او ما تم الى الان. ما في امر اخر، اذا طلع حاجه كبيان تفصيلي هذا حيكون فيه توضيح، غير كذا حتكون فيها مجرد اجتهادات من الاخبار غير صحيحه. احنا حريصين على الكيان وان شاء الله الكيان يعني فكره متداوله يعني موجوده في البيت الاهلاوي انه يكون في ادارات.
في هذا طبيعي. وحتى الان على مستوى الاتحاد السعودي الان المعتمد انك انت تعمل كره القدم خطه مستقبليه، صح، استراتيجيه. هذه فكره. طب فاحنا بالنسبه لنا في النادي الاهلي حريصين كل الحرص يعني. عبد الاله خالد بن عبد الله الله يوفقك. اي والله عبد الاله، انا